عندي سؤالين كده اخيرين من مشاهدين. عندي المهندس سمير بيقول: استاذ نادر، ممكن تقول لنا عايزين ايه من الرئيس القادم سواء كان المشير او غيره عشان تريحونا ونرتاح ونعرف توجهاتكم بالظبط؟ ريح الناس يا استاذ نادر وقول لهم بجد ايه اللي في بالكم. انتوا اولا عايزين رئيس، موافقين على رئيس عسكري ذو خلفيه عسكريه، بلاش نقول عسكري، ولا لازم يكون مدني تماما؟ خلينا نبقى واقعيين عشان ما اقولش كلام ما ملوش رصيد من الواقع. هو مين المرشحين المحتملين؟ الفريق اول عبد الفتاح السيسي، نعم. الفريق سامي عنان. قيل عشان بس ما احبش حد يبقى ياخد مننا الخبر، قيل انه اللواء الوزير الاسبق مراد موافي، وقيل برضو الفريق شفيق، وثم فريق شفيق اعلن ان هو لا هو اعلن ان هو مش هيشارك طالما شارك الفريق نعم. والسيد حمدين صباحي، وربما لا ادري الدكتور عبد المنعم فتوح. فخلينا نقول ان في اثنين، خلينا برضو نبقى واقعيين، من اكثر الناس حظوظا الاثنين اللي بينتموا للخلفيه العسكريه. من القناعات اللي تكونت عند الناس خلال الفتره الماضيه ان البلد محتاجه امن، وان البلد محتاجه حفظ هذا الامن والاستقرار، وان ده لن يتاتى، ده بقول دي قناعه تكونت عند الناس ممكن ما اكونش انا موافق عليها، بس ده لن يتاتى الا برجل ينتمي الى مؤسسه امنيه ما، ويا حبذا لو كانت المؤسسه العسكريه. فخلينا نبقى واقعيين، ده اللي مطروح الان. انا ما ببصش بقى الانسان اللي عايز فعلا يحقق اصلاح تدريجي وممنهج ما بيبصش للاشخاص على قد ما يبص للبرنامج، ويبص على مجموعه من الاسئله هيعرف المرشح يجاوب عنها، وهيعرف يعد بيها، وهيعرف يتكلم فيها في حدود المعقول والواقعي والمقبول في غضون بس 4 سنوات. وانا برضو كاتب الكلام ده بكره، بلاش الشعارات الفضفاضه، وبلاش الجمل الكبيره العريضه اللي ممكن اي حد يقولها. انما انا عايز مرشح يتكلم على 4 سنوات فقط. هيعمل ايه في ال4 سنوات؟ ايه حدوده، نقاط قوته ونقاط ضعفه، ايه الفرص اللي قدامه، ايه التهديدات اللي بتواجهه. سقف طموحات الشعب المصري عالي جدا جدا جدا، فعلى المرشح ان يتحلى بالشجاعه امام سقف الطموحات ده، ويفهم الناس ان ال4 سنوات ايه اللي ممكن يتعمل فيهم. ممكن نكون بنأسس على فكره في ال4 سنوات، ممكن نكون بنأسس لاصلاح هيكلي واصلاح مؤسسي تستلم بيه الرايه بعد ذلك، يستلم بيه الرايه بعد ذلك رئيس مع آخر. طبعا حل الكثير من المشكلات اللحظيه والوقتيه. انا بتخيل ان اولا في مجموعه من الاسئله لابد من الرد عليها. التوجه الاقتصادي يعنينا بشكل كبير جدا طبعا. في كثير من العلامات الاستفهام يعني حول تحدث بعض، وانا هتكلم بمنتهى الصراحه، تحدث بعض الصحفيين وبعض اصحاب يعني كتاب الراي، ولو مني كل الاحترام، عن يعني بنظرتهم الاشتراكيه ونظرتهم النصريه القديمه، ممكن تقلق شويه في الحديث عن بعض المرشحين. فالكلام ده محتاج يوضح للناس.